من امبارح ومصر كلها فرحانة بنجمها المتألق محمد صلاح. انجلترا ما نامتش امبارح من الفرحة، خاصة جماهير الأحمر ليفربول بعد فوز فريقهم ب7 أهداف نظيفة على مانشستر يونايتد. نجوم الكورة من أنحاء العالم ينشرون التدوينات والبوستات مهنئين الفرعون المصري صلاح بعد إنجازه التاريخي اللي اكتمل امبارح بهدفين ولا أروع في مرمى مانشستر. وبكده أصبح صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول في البريمير ليج برصيد 129 هدف في 205 مباراة، متخطياً رقم الأسطورة الإنجليزي روبي فاولر نجم الريدز السابق اللي سجل 128 هدف في 266 مباراة. طبعاً روبي فاولر اللاعب التاريخي وأسطورة ليفربول السابق كان هو أول المهنئين لصلاح اللي كسر رقمه التاريخي. فاولر نشر صورة لنفسه عبر حسابه على تويتر وهو بيحتفل في مدرجات ملعب أنفيلد بالهدف السادس اللي صلاح عانق به التاريخ. فاولر أشار بالتصفيق لصلاح وكتب تهنئة كبيرة لأسطورة ليفربول الجديد، وكمان عمل هاشتاج كتب فيه صلاح أسطورة ليفربول. أما جوردان هندرسون قائد وكاتب ليفربول فأبدى سعادته بإنجاز صلاح وقال في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: أنا سعيد لأجل محمد صلاح إنه يكرس حياته لكرة القدم. هندرسون ما اكتفاش بكده، لكنه كمان نشر صورة بتجمعه بصلاح بعد المباراة وعلق عليها قائلاً: يا له من أداء للفريق، تهانينا للملك المصري على رقمه القياسي الجديد. أما الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول فأخذ يتغنى بالإنجاز التاريخي لمحمد صلاح. كلوب قال في تصريح لسكاي سبورتس: محمد صلاح ده لاعب مميز جداً وفتى مميز للغاية، ويجب أن نفخر بما حققه من إنجاز تاريخي. كلوب كمان قال: ما يفعله صلاح أمر جنوني تماماً، لقد سجل 129 هدفاً وبات الهداف التاريخي للفريق في البريمير ليج. إنه حقاً لاعب مميز، ستدركون قيمته عندما يرحل. نادي ليفربول كمان احتفل بصلاح على حسابه الرسمي وكتب باللغة العربية على تويتر: وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. إنه رقم قياسي جديد يضاف لجعبة الملك المصري محمد صلاح. ده صلاح خلى مدينة ليفربول تتكلم عربي يا ولاد، لا ومش أي عربي، دول بيقولوا شعري كمان. والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجه التهنئة لصلاح ونشر صورة الملك على حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب عليها: ما أعظم أداء محمد صلاح. وكتب كمان: مبروك محمد صلاح، هناك لاعبين ولدوا ليكونوا سعداء وبالأخص لجعل الآخرين يبتسمون. كونك هداف ليفربول على الإطلاق، فهذا يملأ المصريين بالفرح والفخر، وهذه لحظة كبيرة لجميع الشباب في هذا البلد. لكن هذه القصة الرائعة لم تنتهي بعد. كمان الاتحاد المصري لكرة القدم كان حريص على تهنئة محمد صلاح قائد منتخب مصر بهذا الإنجاز الكبير، ونشر اتحاد الكرة المصري صورة لصاحب 30 عام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلاً: الملك المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومحمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر ما فوتش الفرصة واحتفل على حسابه على تويتر ونشر تغريدة بتقول: حقاً صلاح هو فخر العرب. وصلاح طبعاً كمان منسيش يهني نفسه وكتب على حسابه: هذا من أفضل أيام حياتي، لقد حطمت رقماً كنت أسعى له منذ أول يوم لي مع ليفربول، والأهم أن الفريق يفوز، وبالتأكيد أكون سعيداً عندما أسجل في الفرق الكبرى. ومن جانبها قالت شبكة أوبيتا إن محمد صلاح بات أول لاعب من ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية بجميع المسابقات أمام مانشستر يونايتد. الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية كان هيطير من الفرح زي كل المصريين بمجرد انتهاء المباراة. قال: محمد صلاح النهاردة تاريخي، ارجع روح للمقاولين العرب واسأل مين ده ومين العيل اللي جسمه صغير ده. النهاردة محمد صلاح بيدخل التاريخ من أوسع أبوابه ولن يلحق به أحد. إنه الملك المصري. هي دي الناس اللي عارفة إن عليها مسؤولية نادي وجمهور. محمد صلاح جايب جولين، يا خرابي هو في إيه؟ وإيه القدرة والثبات والجمال والعظمة دي؟ ده أصعب موسم لمحمد صلاح. فوز ليفربول بال7 شيء هيعمل زلزال. عمرو أديب وجه رسالة لكل مصري وقال:
اتعب واشقى وادخل التاريخ زي صلاح. النهاردة صلاح تاريخي وعالمي، وصلاح لو بطل كورة النهاردة هيبقى عمل كل حاجة. ده راجل عامل تاريخ وخلاص، عامل كل حاجة يعني. لو قعد النهاردة في بيتهم خلاص اتعشت، ولكن هذا الرجل عنده طموح غير طبيعي، وهو رسمياً أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول. عقبال كل الجميع يا رب. لما تروحوا مدينة ليفربول والناس هناك يعرفوا إنكم من بلد محمد صلاح هتتشالوا على الراس. ربنا يحميك يا ابني ويبعد عنك ولاد الحرام والحاسدين واللي بيشكروا فيك وهم كارهين، ويبعد عنك الناس اللي بيحاولوا يوقعوك في السكة وهم مبتسمين. ربنا يجعلك ويخليك مصدر سعادة عظيم ونظيف وواضح للمصريين. تهانينا للملك محمد صلاح.